السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Projet qui est en cours. Donc il y a plusieurs niveaux. Nous, on est aujourd'hui en établissement de paiement. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تسمعونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، خاوتنا وأحبابنا وجيراننا وأصحابنا أصدقائنا القدماء والجدد حيثما كنتم، حياكم الباري، حفظكم البخاري ثم زوجكم الحواري إن شاء الله. والله رانا في الطريق السريع أو الطريق السيار، وحبيت ننقل لكم يعني الزحمة وبعض معاناة الناس يوميا عند الخروج من العمل. أحيانا نصف ساعة، أحيانا ساعة، أحيانا 40 دقيقة. بارك الله فيك على الصوت لأنه أنا بليزي كوتر. هذا الشيء يعني ما يقدر يتحكم فيه أي إنسان، هذه الزحمة وهذه الأمور. ورغم أنه الطريق فيها يعني تروافوا ما شاء الله، لكن مبوشية على الآخر تاعها. طيب، هذه دردشة يعني قصيرة في انتظار أي معلومات إن شاء الله تريدنا عن الرئيس. حاليا ما عندنا حتى معلومة يعني مؤكدة. رانا نسمعوا في مواقع التواصل الاجتماعي بعض النشطاء يقولوا أمور، لكن أنا شخصيا ما عندي أي معلومة يعني مؤكدة. وكما عودناكم ما نبيعوش الوهم ولا الكاذب ولا أي شيء. آخر الأخبار سمعنا أنه صحة جيدة، لكن ما عنديش يعني ما عندي أي خبر على وصوله اليوم ولا في الساعات القادمة، الله أعلم. يعني هذه ربما أمور راهم يتسألوا عليها كثير من الناس. البارح نشرت لكم يعني كذلك في الصفحة، كنت غايب شوية هذه الأيامات يعني مشغول، على حكم كريم طابو، سنة سجن غير نافذة و10 ملايين غرامة. وكنت نستنى بعض الناس يعني الأذكياء ربما تفهم الأمور وتفهم يعني العدالة، كيفاش تمشي العدالة. نخلو الطريق لي بومبيي ولا لومبيلونس. فكنا نظنوا باللي كاين بعض الناس ربما تفهم أنه العدالة ماهيش عدالة التليفون ولا عدالة الانتقام، زعما ننتقموا بالهاتف فيدينا هذا. لا خاوتنا، ما هذيك بكري راحت مع العصابة. طابوا. وانا الشيء اللي نعرفه انه عقب واحد الشهور، والله ماني متذكر، 2 ولا 3 سجن على القضية هذه، وخرجوه المحامين وكذا، وعاود وقفوه وسقطوا له المادة يعني 74 اللي تقول انه المساس معنوية الجيش وكذا. نحوها له، بقات له جنحة واحدة تاع الدعوة إلى التجمهر والتظاهر وكذا، وخفوها له، خرجت له في عام حبس و10 ملايين غرامة. لكن عام حبس سورسي معناها أي غلطة ديرها تخلص. هذه ربما كاين الناس ربما ما يعرفوش القوانين كيفاش تمشي، وش معناها سجن غير منفذ ولا السورسي كما نقولوا حنايا عندنا في البلاد. واحتمال كبير الجماعة راهم يسناو لك حاجة كبيرة، غلطة كبيرة، لأنه هذه فهمت. أنا نظن الرسالة اللي بعثها الماكرو مؤخرا ربما راهم ينبشوا فيها. واحد المحامية ديجا في فرنسا راهي، أسنا ندوروا الكاميرا شوية فقط، الإنارة شوية ضعيفة، لكن كاين واحد المحامية بالمناسبة راهي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راهي يعني انتقدت الرسالة هذيك يعني سلبيا، واحتمال تكون فيها بعض إجراءات الله أعلم، يعني ما نقدرش نقول لكم واش كاين، لكن ما هذا الشيء اللي حبيت نقوله، انه ما نحقروش، ما كاش حقره زعما قال شغل نتايا تجيب راسك انا لازم يروح ب10 سنين لازم كذا، لا كاين اجراءات تندار وكاين امور تندار، ما كاش يعني هكذا حاجه كيما بكري ولا. هذه الحكايه. ومؤخرا راكم تشوفوا يعني المعارضه تاعنا تاع الكرتون اللي تاجروا باي شيء، اي شيء يعني اي شيء. مؤخرا ما عندهم 3 حوايج، يعني التجاره باي شيء، حتى بمعاناه الناس، وحتى بكش حفره في الطريق. انا هنوري لكم الان هذه يعني باريس، ماهيش يعني بلاصه يعني معاناه الناس يوميا. لو كان نحب ندير بها ناس سياسه ولا مشاكل، معاناه الناس يوميا باش يوصلوا لدارهم، معاناه الناس يوميا. تمشي بروميير دوزيام في الطريق السريع، ماناش نحكوا على الطريق السريع. فهذا الشيء يعني عادي جدا، ما نديروش به حنايا الاشهار ولا. الحفاري كاين في اسبانيا، كاين في فرنسا، كاين في اي مكان الحفاري في الطريق، الحفاري. الناس واش بقى لهم معارضتنا تاع الكرتون، انا نسميهم معارضه الكرتون، التجاره باي شيء، اي شيء. المهم خرجوا اصحاب الطاكسي الجماعي اللي ان شاء الله نتمنوا لهم في اقرب الاجال يسولهم امورهم، ولا الحافلات تاع ما بين المدن وكذا، يطالبوا بحقوقهم. شيء عادي جدا، عادي جدا. تاع الناس تاجر بيهم. انا الشيء اللي نعرفه خاصه تاع سيارات الاجره وكذا، عطاوهم منحه، يعني الدوله عطاتهم منحه، لكن وراه تعطيل ما على بالناش علاه مازال ما وصلتهمش المنحه هذه. اسكي هي الثالثه الرابعه الخامسه؟ ما فمن حق الناس يعني يطالبوا بحقوقهم. شيء عادي يعني في اي بلاد هذه الامور تصرى، ما فيهاش يعني امور واحده اخرى. بصح هاد الناس الله غالب يا خوتنا، يعني ما بقى لهمش شيء واحد اخر الا ان يتاجروا بالامور، يتاجروا بكورونا، يتاجروا بمعاناه الناس، يتاجروا بكل ما هو جميل. كنت ننتظر يعني سبحان الله كاش مبادره قال ينعاونوا هاد الناس مثلا، يعني كمثال. طيب هذا الجي بي اس راه يوجه فينا اليوم. ولا وانا نتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي لفت نظري واحد الجمعيه هذه، يعني حبيت نركز عليها ونأكد عليها، واسمها جمعيه بلال وناس الخير الشراقه. جمعيه بلال وناس الخير الشراقه، ما نعرفهم، ما عندي اتصال معاهم، ما اي شيء. دخلت هكذا في الصفحه تاعهم لاني شفت واحد الفيديو وبديت نتبع يعني في الصفحه تاعهم. لقيت باللي جمعيه خيريه تنشر معاناه مواطنين جزائريين، بصح تنشرها بواحد الفهامه، بواحد الطريقه ماشي تاع معارضه الكرتون. تنشر معاناه انسان ولا معاناه عائله، والهدف منها تحفيز الناس باش يعاونوا، تحفيز المحسنين اللي عندهم دراهم، ربما حتى الدولة وبعض القطاعات تاع الدولة ربما يساهدوا. ما على باليش انا الجمعية اسكو عندها يعني الدولة تدعمها ولا لا، ما دخلتش انا في تفاصيل. فقط يعني لفت انتباهي انهم ناس ينشروا معاناة الناس، بصح ماشي باش يتاجروا بها. يعني هاي لك لا ديفيرونس بين انسان يحب يبني وهمه البناء، وعارف باللي ما راناش في وقت يعني تاع البحبوحه ولا كذا، بصح اقل شيء يحاول يخلي بصمه. وشباب صغار ننصحكم يعني تشوفوا، ربما تضربوا عليها طلا، جمعيه بلال وناس الخير الشراقه. هذه الجمعيه
يعني تشوف مثلا واحد الساكن تاعو قديم ولا عنده مشاكل في السكن ولا معاناة في اي شيء، يروحوا يشوفوه يصوروه يديروا معاه حليقة يديروا معاه حوار، ومن بعد ينشروا البرنامج تاعهم المشروع تاعهم مع هذاك السيد وين راهم واصلين معاه. مؤخرا واحد المراه يسموها خالتي خيره قاعد نسمع البارح نشروا انهم بناو لها دار ما شاء الله وفرحوها وجابوا لها القش تاعها في الفورغون كذا. هاد الناس صدقوني اللي احنا محتاجينهم في البلاد. المشاكل راهي كاينه بارتو، يعني باش تاجر باي حاجه تاجر في فرنسا في اسبانيا في الطاليان في الالمان، العالم قاعد عنده مشاكل. امريكان وراح تريب حروب اهليه، الناس ترفد في السلاح، الناس يعني هذه الشغل كيوريوزيتي برك. هاد الناس اللي راهم الان نسموهم احنا المعارضه، يعني معارضه تاع الكرتون انا نسميها، اللي عايشين في اوروبا. درنا لهم 70,000 نداء. جمعيه قال لي خونا محمد ماشي انا شفت الصفحه تاعهم في الفيسبوك، يعني هي جمعيه خيريه على كل حال. فدرنا لهم نداء هذا معارضه الكرتون. يا ودي في عز كورونا كش ما نلمو كش ما نديرو، ما نبعثوش للدوله يا اخي، انتوما راكو كونتر الدوله كونتر النظام، ابعثوا الجمعيات خيريه ثقوا فيهم. في الولايات 48 تاع الجزائر بعتوا عاونوا ديروا مبادره، ولا تبعتوا الناس مساكن يعيطوا ويديروا المشاكل وبعد يدخلوا للحبس كما واحد الشرطي كانوا دايرين به واحد الوقت الباز وكذا وكذا وكذا. هاو البارح بعتوه راح يشارع في المحكمة تاع شلف، مصور هو وحده هو وباباه، ما جا حتى واحد من الأحرار ولا حتى واحد ساندو ولا وقف معاه. سيد خسر خدمته خسر البوست تاعو، عم بالو صح هذا الناس تاع ثقة والناس راح تعاونوا كذا، هو مسكين غير هو وباباه. فانا النداء اللي نديرو يا خاوتنا، النداء اللي نديرو ما عمرنا لا قلنا لكم رانا في جنة ورانا ما باليش كيفاش. الشيء الوحيد اللي متأكد منه أنا أنه الجزائر صح رجعت لأهلها ومالها، راهي في أيادي آمنة، والجماعة راهي تخدم وراهي تمشي وراهي يعني قدر المستطاع. ما تقدرش انت ترضي كاع الناس في ظرف واجز، هذا الشيء مستحيل، ولا تنحي الفقر في ظرف واجز ولا. فالبارح واحد هذاك الدركي الهارب كذلك ناشر صورة تاع لاشان على الغاز تاع البوطان هذاك تاع القرع، وداير معاناة الجزائريين في كذا وفي عز الشتاء. طب تروح لجوجل انت، حط هذيك التصويره في جوجل وشوف لي من ترجع هذيك التصويرات تلقاها راجعه لسنه 2017. تصويرات 2017 داير هاي تاجر بها في الصفحه تاعو. يعني ايش قلت لكم ما بقى لهمش هاد الناس. المشكله انه انا شفت المعارضه في اوروبا في البرلمان يتعايطوا يلحقوا، ربما واحد يزعف يرفد الدوسي تاعو ويروح وكذا، بصح دائما كل شيء يصب في مصلحه الوطن. هذه ربما يأكدوا لي الناس اللي عايشين في أوروبا يعرفوا هذا الشيء. في النهاية كل واحد يحب يربح أصوات، يربح ناس، يربح كذا، بصح ما تخلطلوش في الوطن تاعو ولا في أمن واستقرار الوطن تاعو ولا. هذه هي لا ديفيرونس، يعني الفرق بين معارض حقيقي ومعارض تاع الكرتون كيما تاعنا. ما كاش يعني ما كاينش حاجه واحده اخرى. يعني سبحان الله تشوف يعني العاجب العجاب، عاجب العجاب. هذه هي الحكايه. ها شحال عندي انا يا سيدوني؟ ربما راني الان في ما نزيدش عليكم، يعني تقريبا 40 دقيقه 40 دقيقه، وعندي موعد هام يعني على الساعه 8، وتكلمت مع الانسان هذاك بلي نوصل متاخر. 40 دقيقة تقريبا وانا نمشي غير دوقة 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 دوقة. وهذا الشيء تقريبا يوميا بعد الخروج من العمل. الناس هكذا دائما زحمة. هذا الشيء ترجع له مع الدولة هذه ولا
تاجر بهذه القضيه وعادي جدا. راك في الزحمه اصبر، دي هي الحكايه. راك في مشاكل اصبر اخي الكريم، ولا عالج امورك بطرق مشروعه، وما تخليش الناس يتاجروا بالقضايا تاعك. كيما هذاك التاكسيور البارح مسكين اللي تبح صوته، ربما راه يعاني، صح هذا التاكسيور صح راه محتاج، وصح راه ربما ما عندوش باش يخلص الكرة تاعو ولا باش يصرف على اولاده. من المفروض الناس العاقله، مانيش نحكي غير على الدوله فقط، حتى من الناس المحسنين والشعب اللي لا باس بهم، اللي عندهم الملاير ويلعبوا بالملاير، لماذا ما يخزروش في هذا الناس؟ يعني قال اروح السيد والله غير راني شفتو راه بانت الان صورته وهدر واش من ولايه كذا، نديروا له لما مثلا جمعيه خيريه، قال نتفاهموا والله غير مساكن هذو خوتنا لي طاكسي عندهم بزاف ما خدموش وكذا، وربما ما لحقتهمش المنحه وكذا، نديروا لهم مبادره، شو لهم قفه، نديروا لهم عفسه، نوقفوا معاهم. ما شفت هذا الشيء اللي شغل محيرني انايا، ما شفتوش. شفت الناس التاجر بالقضايا ويدوروها في الفيسبوك وفي اليوتيوب، هاي كيفاش وشو المعاناة وكذا وما عندهمش ومحقورين. ما ناس اتقوا الله، هذه بلادكم اتقوا الله. احنا ما نبروا الواحد، ما ننشيتوا الواحد، رانا نحكوا في الوقائع. هذه بلادكم اتقوا الله فيها، هذا واش رانا نقولوا لكم، اتقوا الله فيها وما تتاجروش بها. اي حاجه ديروا بها لي فيديو، ديروا بها العياط وديروا بها النش لصالح من مانيش نحكي عن النائحات المستاجره والابواق الماجوره، هذوك معروفين لاجوندات تاعهم. انا نحكي على ناس ربما مساكن عاديين ما عندهم فيها لا ناقه ولا جمل، رايحين داخلين في اللمه هذه، وداخلين في العفسه، ويتبعوا لهم وتسمعوا والله غير احيانا تقرا واحد التعليقات تاع الناس. انا اشك اصلا انهم جزائريين، صدقوني. اولا اشك انهم جزائريين، ثاني شيء اشك في اسلامهم اصلا. يعني ناس تنادي بمدنيه وديمقراطيه وحريه، وعلاه ما يعتبروكش انت معارض؟ انت اللي انتخبت رئيس وراك تخدم في بلادك بطريقه او باخرى، علاه ما يعتبروكش معارض ويحترموك؟ علاه يسبوك ويشتموك؟ والسب والشتم يعني راه ولا عندهم، هذا هو السلاح تاع المدنيه، فهمت؟ العسكر عندهم السلاح والمدنيين عندهم السب والشتم. ماشي لهذه الدرجه يا خاوتنا، والله ما راه لهذه الدرجه. يعني هكذا بهذه العقليه رانا رايحين للهاويه، ما راح نسقموا بلاد، ما راح نسقموا عباد. يا راهي كارثه. راه البشر هذا والله شفت واحد الصوره، يعني ما حبيش ننشرها على كل حال لانها شغل كاريكاتوريه، ربما يكون بها الفيسبوك وكذا. الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه مصورينه بذقن هكذا طويله ورافد يديه ويقول اللهم اهدي شعبي فانهم لا يعلمون، فهمت؟ غالب احنا دوكا الشعب محتاج بزاف تربيه، محتاج بزاف وعي، محتاج بزاف امور. والله صدقوني غير احنا محتاجين بزاف وعي، ومحتاجين ايمان، ومحتاجين دين، ومحتاجين صبر. ماشي لهذه الدرجه خاوتنا. يعني ما خدمنا، ما خلينا نستخدم. هذا هو الاشكال. يعني ما بنينا بلادنا، ما نخلو الناس تخدم، كل واحد يحب يتاجر بقضيه معينه. احنا رانا عايشين في اوروبا، وربما ما كاش واحد راه متوحش البلاد كيما حنايا. من اللي بدا الحجر الصحي رانا دركا رانا قريب في عام 8 شهور تقريبا. ماذا بينا حنايا تتسوى الامور وكذا. دركا راني نشوف الناس راهي دير في النش على ما يفتحوش الحدود. هذه رساله واحده اخرى. انا اول ناس ماذا بيا يتحلوا، وربما ناس اللي يسمعوني عايشين في اوروبا ماذا بيهم تتحل الحدود ويروحوا لبلادهم يشوفوا والديهم وكذا. بصح يا خوتنا كاين بزاف اجراءات لازم تصرى، ماشي سهله برك، ماشي حل برك.
راهي ازمه كبيره. فرنسا هذه راهم يتسناو ال 15 ديسمبر يشوفوا هل ممكن يرفعوا الحجر تدريجيا ولا لا. راهم يدرسوا في الموضوع، قاعد نسمع مقبلات في الإذاعة يدرسوا في الموضوع، هل راح يفتحوا الحدود، ماشي الحدود يعني يرفعوا الحجر تاعهم يعني تدريجيا بالماسك وبالامور، ماشي فتح كل شيء. فحنايا كاين ناس، انا على بالي لا استراتيجي اللي راهي دارتها الدوله، على بالها باللي كاين ناس راهي تتاجر في القضيه هذه. وما تنساوش باللي حنا الكورونا دخلوها لنا عن طريق فرنسا، الناس عن طريق مغتربين مساكن على بالهم بلي راهم مرض، وزادوا دقسوهم مليح في البور تاع مارساي باش هذا يعدي هذا وهذا يعدي هذا، ودخلوا لنا الكورونا، دخلوها سياسيا لبلادنا. هذه اخر يعني المستجدات، وربما ما هوش شيء حصري، ولا انا كنت عارفه من البدايه انه الناس على بالهم باللي هذا الناس راهم مرض وبالعاني، قال هي بروباجيو هذا الكورونا، نزيدوا ندوها للجزائر وندوها لاي بلاصه. فدركا تفتح الحدود هكذا برك ماشي سهله، والله ما سهله يا خوتنا. انا شفت باللي داروا اجراءات تاع ناس فريمو مستعجلين، ولا واحد عنده ولادو يقراو في البلاد ولازم يدخل، ولا واحد عنده مريض، كاين اجراءات يديروها فاميلتك في البلاد وانت تديرها في القنصليه. انا نشرنا لكم فيديو على هذا الموضوع مباشره يحكي على هذا الموضوع. ف الناس عم بالها شغل كي دير هكذا تعيط ومنه في مواقع التواصل الاجتماعي، راح زعما الدولات تسمع لهم والو ما عندهمش الحق، وتفتح زعما هكذا ساهل، افتح الحدود وزيد جيب لنا كورونا واحده اخرى، وجيب لنا النش وجيب لنا معلب النش، راح تجيبوا لنا معاكم. هذه رساله واحده ليهم. ورساله دوزيام، ربما كاين بزاف راهم ينسيستيو حابين يهبطوا للبلاد وما على بالهمش، بالك من المطار يترفدوا، ما على بالهمش، عم بالهم النش اللي داروه في لابلاص لا ريبوبليك والمشاكل وهذو العياط المده هذه اللي فاتت. عمالكم راح يجوز هكذاك برك، ولا غركوا غلطين يا جماعه الخير. يعني ربما راكوا حابين تروحوا للحبس، بعض الناس، ماشي كاين نحكي على كامل، يعني كاين بعض الناس راهم شاركوا في امور ومجتمعوا مع ناس وداروا امور وكذا، ما لا بالك راكوا تما خير، قاعدين في فرنسا خير، راه البرد على كل حال، مالك قعدوا تما خير، باسكو الحراش بارد عليه شويه. هذه رساله دوزيام لهذا الناس. اما قضيه القضاء والعداله نعاودوا نرجعوا ليها، باسكو احيانا انا قلت لكم واحد المثل خطره باش نختموا على كل حال، قلت الله اعلم اطلق السارق يعفس على الجمره، وتبع على الجره تلحق للدشره، وتخلص الهدره بلا حقره. اني متذكره لانه من انشائي هذا انا كتبته. احيانا تطلق انسان وتتبعه، لانه ربما بلا هذاك الانسان ما راحش تندار امور. انا اعي ما اقول، على كل حال مانيش حاب نفصل بزاف ونذكر بزاف تفاصيل. كاين ناس راهي تجتمع داخل وخارج الوطن بنوايا فاسده، بالتواطؤ معهم الخبائث. بكري كانوا يجتمعوا على العلن في لي زوتيل، ما راحت لهم هذيك العفسه. درك ولاو يجتمعوا في ديار، في كراجات، فهمتوا؟ لكن يجتمعوا ودايرين خليه ازمه بيناتهم، واش لازم نديروا باش نديروا النش. هذه هي الحكايه. وكريم طابو واحد منهم، بوشاشي واحد منهم، عسول وحده منهم. هادو الجماعه تاع المحسوبين على التيار البربري والماك، ولو ما بعضهم يقول لك احنا ماناش من الماك، وما كاع من الماك. سما العقليه تاعهم اجتماعات سريه، وما دام مازال عندهم شويه دراهم تاع العصابه
اللي راهم مخبيين غوش دروات يحاولوا يخدموا بهم، يديروا بهم بعض الامور، وعلى بالهم باللي البلاد راهي مغلوقه بالكلبشات، ما يقدروش يديروا اكثر النش. وساعات نفكر انا نقول لا غير هذه كورونا، غير ربي بالك رحمنا بها، الناس عاودت رجعت دخلت لديارها وكذا، وراهي شويه تري كاباسيتي وتفكر، لانه واحد الوقت راهم كانوا حابين يدخلونا في حيط الناس هادو. راكم تشوفوا يعني على العالم الان واش معناه المدنيه تاعهم. مدنيه لما تخلفوا في الراي يسبك يطيح لك بيماك بفاميلتك، ما كاش، ما يعرفش يهدر اصلا، ما يعرفوش يهضروا اصلا صدقوني. هذا غدوه من غدوه انا نفكر نقول هذا غدوه من غدوه تحطوا مسؤول في كاش بلاصه ولا مصيبه. هذا ماشي يدخل لك فرنسا، هذا يدخل لك العار للدار. هذه هي الحكايه، يعني كانت مداخله خفيفه على كل حال، ما كناش يعني مبرمجينها، فقط يعني باش ندردشوا معاكم شويه، لاني كنت غايب هذا اليومين ولا 3 ايام. حتى الوقت اللي راني نتحدث فيكم ما عنديش معلومه يعني جديده او مؤكده على رجوع الرئيس. نستناو ان شاء الله في الساعات القادمه ان شاء الله يكون الخير. وهذه بلادنا على كل حال، والله يعني انا خاطب ناس اللي فريمو مؤمنين، ما الاخرين ما على باليش بهم انا نهائيا، لاني قلت لكم هذا الناس اللي يتاجر بحفره في الطريق ويتاجروا بالغاز ويتاجروا بفقر الناس وكذا، يا ودي فاقوا لكم الناس، فاقوا لكم. سما انت كي دير هذه العفسه يحطوا لك الناس تعليقات وايه عندك الحق وما شاء الله وبارك الله فيك والله يكثر امثالك. واش درت حاجه شابه للبلاد؟ هذا هو السؤال المطروح باش نختموا. واش درت لنا حاجه ايجابيه؟ واش من حاجه ايجابيه درتها للبلاد بهذا الكلام؟ إلا راك حاب تبني حاول. هذا الطاكسي وهذا اصحاب الحافلات ما بين المدن وكذا، كنا نستناو جمعيات خيريه كذلك توقف معاهم وتدير نداء للناس، للمليارديرات، لرجال الاعمال، للمحسنين، للدوله، دير نداء عام ويوقفوا معهم الناس. وخاوتنا قال واش خصك خويا الشيء اللي نقدروا نعاونوك به امور غذائيه ولا امور مال ولا رانا هنا بالشيء اللي قدرنا. هذه هي هكذا تبنى البلدان وهكذا الرجله. اما تصور ناس مساكن يبكوا همومهم باش دير بهم الباز في اليوتيوب ولا في الفيسبوك، والله يعني هذا شيء يعني مؤسف جدا. والله يعني بلغ بكم درجه الانحطاط وين ما فهمت انايا. يعني تشوفوا العالم قاع جنه والجزائر جحيم. هذا الشيء اللي ما فهمتوش انايا. كيما واحد داير لهم في بومبا ايسونس في اسبانيا، مصور لهم زعما شوفوا البومبا ايسونس كيفاش دايره وتخلص بالبطاقه الذكيه، وهو مخلص 5 اورو على كل حال غير باش يدير هذاك الفيديو، وزاد صور الماتريكيل تاعو بلا ما فاق هذا او عارف هو شكون على كل حال. وزعما شوفوا واش كاين. هذه حاجه جديده انت شفتها. عندي 25 سنه في اسبانيا نديك تشوف الفقراء، صدقوني يا خوتي نديه يشوف الفقراء ما يامنش. اليوم بعث لي واحد الصديق باش نختم، راهي عندي في الهاتف الاخر على كل حال في الواتساب، بعث لي واحد الصوره منشوره من واحد الجريده يعني اسبانيه حقيقيه. امراه تعاني معاناه باش يعاونوها الدوله. تخيلوا باش يعاونوها معاونه يعني ماديه ولا في غذائيه ولا. عطاو لها 18 اورو فاصل 002 سنتيم للشهر. 18 اورو يعني ما يعادل اش نقول لكم انا يا 200 الف 250 الف تقريبا تاع الجزائر. 18 اورو هذه ما تقضيلكش اش نقول لك انايا واش تجيب بها يعني 10 كيلو بطاطا خلاص 18 اورو. واش تجيب بها 18 خبزه باش نعطيك مثال، ولا تجيب بها معليش انا باكي حليب و5 خبزات. 18 اورو في اسبانيا والناس يهضروا عليها. هذه حاجه كارثه يعني اتم معنى الكلمه.
فيا ناس يا خاوتنا، إذا كنتوا جزائريين صح، إذا كنتوا جزائريين صح، ما تتاجروش بهذه الأمور. كما يقول لك الفرنسي صاغاغيان، تأجر بأمر كما هذا. واحد ما قال لكم رانا في جنة وصايي، ولا رانا نبداو، رانا ماشيين ورانا نبداو. والجزائر راهي صح عند الشرفاء، هذه اللي ضرت فرنسا، هذا الشيء اللي راه ضر فرنسا، وراهم يخرجوا في كلابهم يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل هذا فقط. على بالهم باللي الجزائر راهي في أيدي آمنة، والعسكر تاع الجزائر تاع دركا ماهوش العسكر اللي كانت تحكم فيه هي تاع بروموسيون لاكوست. هذه هي الحكاية يا ناس، وهذه هي الحقيقة، ما عندنا ما نخبوه، هذه هي الحقيقة. على بالهم باللي صح الجزائر راهي عند مواليها وعند العسكر اللي يحبوا البلاد والعسكر الوطنيين واللي عندهم عقيدة. من أجل هذا الشيء صح راهم دايرين خلايا أزمة. اليهود اللي أصولهم جزائرية اللي عايشين في فرنسا صح راهم دايرين خلايا أزمة، كيفاش يلقاو حل ولا ثغرة باش يديروا بها النش في الجزائر. والحمد لله الله عز وجل رد يعني كيدهم في نحورهم. وهذه هي الحكاية. إن شاء الله يعني تكون الرسالة تاعنا وصلت، يعني كانت على السريع، في الطريق السريع على كل حال. الحكاية وما فيها أنه الجزائر رجعت لأهلها وماليها، من أجل هذا تكالبت كل الأجناس عليها. كان معكم أخوكم أبو سلمى الأندلسي في هذا اللقاء القصير. دمتم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.